هكلمكم دلوقتي عن الابر وعن الخيط الموجود حاليا، وبعد كده نبتدي فيديوهات سلسلة بسيطة بغرز بسيطة. مثلا دي ابرة مقاس 1، دي يعني محدش بيشتغل فيها في الخيوط اللي انا هوريها لكم اللي هي بتاعت الشنط والمفارش وكده، بس هي لها خيوط معينة لان هي رفيعة مدببة ازاي صغيرة جدا. نيجي بقى مثلا مقاس 3 وفي 7 في 5.5، لان في 5 وفي 5.5. ادي 5 زي ما انا قلت لكم في الاول ان احنا نشتغل ب4 و5 مريحين، واسعين شويه في الشغل هيريحوكوا، وحركه الايد بتاعتها مريحه. مثلا 8 هعرفكم برضو 8 ده ليه خيوط ايه، لان كل مقاس ليه خيط. ما ينفعش مثلا ابره مثلا مقاس 4 دي مقاس 5 نشتغل بقى خيط كليم. هوريهولكم هنا، شوفوا سمك الخيط عامل ازاي. مستحيل 5 تيجي مع الخيط ده. دي 5 4.5 4 3 برضو 6.5 5.5. في حاجة برضو عايزة اقولها، ان الابر ليها اشكال كتيرة جدا. ثواني. الابر ليها اشكال كتيرة جدا، يعني مثلا في الابر اللي هي العادية خالص اللي بتتباع في اي محلات، وطبعا كل الحاجات دي بتيجي من على جروبات على الفيس وعلى اماكن كتير، هبقى اكتبها لكم لو انتوا عايزين. في مثلا اشكال يعني، بس كله بيقضي الغرض مش فارقه يعني. اشكال كتيره ليها. ده مثلا عادي المعدن بتاعه عادي، دي خشب، دي كان صلصال حراري، فكله برضو واحد. وفي انواع تاني مثلا زي السيليكون. دي برضو مريحه وطريه حلوه قوي في الشغل، وكتيره يعني الباكت على بعضه هي عموما. بنحتاج ايه كمان؟ مقص، بس اهم حاجه يكون حامي، مش شرط صغير او كبير، يعني انا برضو بشتغل بالكبير. الفكره ان هو يكون حامي. وطبعا لو عجبك الفيديو اعملي لايك وسيبي كومنت، ولو عندك اي سؤال او عندك اي اقتراح حابه ان احنا نعمله في الفيديوهات الجايه سيبي لي كومنت، وان شاء الله اشوفكم قريب.